آله وصحبه ومن والاه. الرسول الكريم قبل الله سعيكم تقبل خطواته. كان في ذوي الرجل الكريمة في حزن الفراق على والدهم وقيام بواجب متابعة جنازته ودفنه. الرجل هو والد لهذه الأسرة الكريمة التي كان منها عدد من رجالاتنا ومنهم الأخ الحمداوي المعروف لدى الجميع يعني قيامه بالواجب إلى جانب إخوانه بصبر واستماتة وإلى اليوم ولله الحمد. ولكن هو كذلك صديق شخصي قد اشتغل معي في مدة من حياته لم أرى فيه إلا الرجل المجتهد المؤمن الصادق النظيف اليد والمخلص في عمله الصالح في سلوكه وقوله. والله يعلم أننا ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فإذا نحن نوالد ترى اليوم والد واحد من إخواننا وصديقا لنا، وهو يعني رجل صالح، رجل من عامة الناس ولم يكن يدعي شيئا، ولكن أظن أنه اليوم يفرح بصلاحه ويفرح بأنه عاش قانعا لما آتاه الله سبحانه وتعالى دون أن يمد عينه إلى شيء آخر. ورحمة الله سبحانه وتعالى على والد أخينا الحمداوي، وجعل الله لنا البركة في الأسرة الكريمة إن شاء الله الرحمن الرحيم حتى يستمروا جميعا على نفس النهج يزيدوا عليه إن شاء الله الرحمن الرحيم. ولنا أيها الإخوة جميعا موعظة في أخينا شاء الله سبحانه وتعالى، يعني أن وفاة هذا الأخ رحمة الله عليه تقع في هذا اليوم هي موعظة لي أولا لأبنائه بطبيعة الحال قبلي ولكم جميعا، لأنه في النهاية هنالك كلمة بالفرنسية يقولون يعني إذا كان شيء أو موت يعني الموت لا بد في النهاية هو الذي ستكون له الكلمة الأخيرة. الموت هي المصير الذي ينتظر البر والفاجر، وينتظر الغني والفقير، وينتظر الحاكم والمحكوم، وينتظر سائر من خلق الله سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت كما قال الله سبحانه وتعالى. والموت أيها الإخوة الكرام كما قلت سابقا في جنازة والدي أخينا السي حمد المشتري هي شيء نعرفه غاية المعرفة ولا نكاد نعرفه، لأنه يبقى سرا من أسرار الله ويبقى شيئا كبيرا في حياة الإنسان. فهل نعطيه القيمة الحقيقية التي يجب أن تكون عنده باعتباره انتقالا من دار إلى دار، باعتباره انتقالا من مرحلة إلى مرحلة، والمرحلة التي نحن فيها أنتم تعرفونها لا يمكنها أن تتجاوز ما قاله أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس أيام قلائل. قلبوا الدنيا كما شئتم، قلبوا الكلام فيها، قلبوا ما شئتم، اكسبوا لا تكسبوا، يعني في النهاية هي هذه. ستأكل طعاما وتلبس لباسا وتنتظر ويأتيك الموت في بعد حين. إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وأيام قلائل. نعم الطعام ليس كله سواء ولكنه متقارب، واللباس ليس كله سواء ولكنه متقارب، والموت في النهاية يجمع الجميع. لكن ما بعد الموت هو شيء آخر وهو شيء كبير يجب أن يطول فينا تفكره، يجب أن يطول فيه تفكرنا، ويجب أن يأخذ حجمه الحقيقي. حين نتحدث عن الاستقامة نحن لا نتحدث عن تقنيات، نتحدث عن مصير كبير ينتظر كل واحد منا، وهذا المصير مرتبط أيها الأخوة الكرام بمراقبة الله عز وجل في الصغيرة والكبيرة وفي القول والعمل، وحتى في الخاطرة التي تخطر للإنسان.
المؤمن يجتهد ألا تخطر له إلا خاطرة الخير، ويحاول أن يبتعد دائما حتى عن خاطرة السوء. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهذا الذي يحاسب حتى على ما يخالج النفس، هذا أمره صعب صراحة الإخوان. فهي الاستقامة الحقيقية الصادقة الخالصة الموجودة في لب الأشياء، ليس في الأعمال فقط وليس في الأقوال فقط، ولكن في الأعمال والأقوال والخواطر. ثم بعد ذلك نرجو عفو الله. فلا تتركوني لست مضطرا أن أعود لأقول لكم ما تعرفون وأقوال الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المصير الكبير الذي ينتظرنا بعد هذه اللحظة التي لا مفر لنا منها جميعا. لا تنتظروني أذكركم لأنكم تعرفون ذلك، وعموم المسلمين يعرفون ضمة القبر، ويعرفون يعني القيام للساعة، ويعرفون الوقوف بين يدي الله، ويعرفون الصراط، ويعرفون الجنة ويعرفون النار. ولو كانوا يشهدوا الله يعرفون واحدة منها لكان كافيا، وكيف بهم وهم يعرفون كل هذا. وقد قال بعضهم أن البهائم لو كانت تعلم من سكرات الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا، بمعنى أنه لكان طول تفكرها فيما ينتظرها يعني كافيا لكي تنحف ولا تسمن. ولهذا معشر الإخوة الكرام، يعني الموت، موت العزيز والقريب والصديق هو فرصة متجددة للانطلاق من جديد. الانطلاق إلى الله لا يتوقف، الانطلاق إلى الله محاولة مستمرة ومجهود مستمر. أرجو أن لا يضيع منا ما دمنا في هذه الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأسرة فقيد الصبر والسلوان. الحمد لله يخصكم تكونوا سعداء، لأن الوالد رحمه الله كان رجل كبير، الحمد لله ربي ما عذبوش ومات راضي عليكم أنا متأكد، وكلكم الحمد لله مزيانين، وكلكم خلاكم الحمد لله رجال، كلكم الحمد لله خلاكم يعني ما كنسمعوا عليكم إلا الخير. فهنيئا لك، ونعم الفراق اللي يكون فراق ديال الخير. فلا بد اليوم تصبر، ماشي ساهل. كنعرفوا باللي كان بالضبط وكان صاحبك، كان صديق ديالك، هو كان صديق ديالنا كاملين، ولكن حنا ما كناش كنشوفوا بزاف في هذا الاخر، خصوصا ملي مرض. وإن انت خصك دابا تصبر وتصبر الاخوان ديالك، والله يرحم الوالده الله يرحم عليها، ويكون معكم جميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكما هي سنه المغاربه ان يختتم بقراءه الفاتحه والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم